يا مساء الفل والياسمين على كل متابعينا المحترمين في كل مكان. وصباح الفل لو بتشوفين الصبح يا ست الكل. طبعا احنا مستمرين في سلسلة تنظيفات العيد، كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الأيام بألف خير. وطبعا غرض كل الفيديوهات ديت ايه؟ ان احنا بنشجع بعضنا بقى ايه، علشان نقوم بقى اللي ما نضفتش في اول رمضان كده او قبل رمضان تقوم بقى وتتشجع معانا وايه، وتبدأ شغلك كده، وان شاء الله بإذن الله هتستفيدي كتير من الفيديو كده وتتشجعي. ويا ريت لو فيديو النهارده عجبك ولو استفدت بمعلومة واحدة يا ريت ما تنسناش في لايك حلو من ايديك يا ست الكل. كده دخلت بقى ايه على المطبخ. طبعا انا قلت لكم يوم غسيل السجاد احنا بنبدأ بالحاجات التقيلة اللي بتاخد وقت ومجهود مننا. وطبعا المطبخ طبعا المطبخ معايا نضيف، بس هي عادات زي ما قلت لكم قبل كده، عادات مش اكتر. ربنا يديكم الصحة والعافية وتعيشوا وتعملوا ان شاء الله كل حاجة في بيتكم كده ايه بايديكم. كده بدأت ايه افضي ايه الرخامة. دلوقتي هبدأ ايه بالحاجات اللي هتسيب لي مساحة ان انا اعرف ايه اتحرك في المطبخ، لان ايه هنشتغل شغل ايه جامد بقى وعميق وتقيل بصراحة كده ايه من الاخر. هننضفه بقى ايه تنظيفة محترمة. كده بدأت ايه افضي التربو معايا واحط بقى ايه في اكياس، لان بصراحة غير كده الدنيا بتكون متبهدلة معايا. بدأت افضيه كده واحط ايه معايا صينية كبيرة، لو شفتوها شلتها كده ايه من على الرخامة. وبدأت كده ايه افضي التربو. مثلا البهارات والحاجات الخاصة بالتوابل في كيس، والحاجات الخاصة بالحلويات في كيس تاني عشان مش كله يكرف على بعضه. وبوريكم الكمية دي كلها كانت ايه في دراج التربو بتاعي. دلوقتي هاخدها بقى ايه اطلعها على الصالة بره، لان برضو البوتاجاز ده برضو انا عايزاه. فايه هطلع كده عشان اوسع على نفسي. كده بوريكم بعد ما طلعت ايه الحاجة بقى ايه كلها في الصالة كده. الزيادات بقى اللي على الرخامات اللي على التلاجة اللي في اي مكان اللي انا مش عايزاها طلعتها بره، بحيث ان انا ايه اشتغل براحتي. وقومي بقى وتشجعي معانا كده، وان شاء الله هتتشجعوا. لو اتشجعتي معانا ما تنسيش بقى تكتبي لي تعليق ايجابي كده من ايديك يا ست الكل، كده يرفع من روحي المعنوية. وطبعا لكم بالمثل بكل كلمة ايه حلوة بتقولوها لي. ربنا يديكم الصحة والعافية وطولة العمر يا رب. كده بوريكم ان الشفشق ده كان فوق التلاجة وعليه كمية دهون لدرجة ان انا بمسحها بايديا كده تحت المية ايه عملت سمار كده بوريها لكم. وهبدأ بقى ايه اغسل الحاجات ديت. طبعا برطمانات التوابل ديت كانت ايه فاضية معايا. وقلت اغسلها بقى ايه بالمره معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ولو كنت شايفه ان البرطمانات كلها محتاجه غسيل كنت هفضيها برضو ايه واغسلها معاكم. لكن انتوا عارفين ان انا ايديا في الحاجه على طول، والبرطمان اللي بمسكه ساعه الاستعمال مش بدخله مكانه الا اذا ايه نضفته وعقمته وبقى زي الفل معايا، فاقوم ايه ادخله مكانه كده ايه على نظافه. عشان كده في الشغل العميق ده في حاجات كتير بتكون ايه يا دوبك محتاجة لمسات بسيطة. يعني انا ممكن عندي بخاخة وكده إيه هنضفهم بالبخاخة ديت مش اكتر من كده وخلاص. خلاص غسلت بقى إيه الطبق بتاع التربو ده، لان كان على التلاجة وكان كله دهون برضو غسلته، والبرطمانات الفاضية وهسيبهم كده ايه يتصفوا شوية. وبعد كده ايه هوديهم على البلكونة. بدأت كده ايه بالتربو معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان ايه عبال ما اخلص بإذن الله يكون اتصفى وبقى كويس. طبعا ما ينفعش نجيب اي حاجة فيها مية وايه ونحطها مكانها تاني، لان عزكم الله هتعمل حشرات وريحة مش مستحبة. وخلوا بالكم احنا خلاص كل سنة وانتم طيبين داخلين على الصيف، وخلوا بالكم بقى ايه من موضوع الحشرات. والمية دي بالاخص ما تودوش اي حاجة مكانها لو هي ناشفة وكويسة. لو مستعجلة عليها وعايزة تشيليها من مكانها ايه نشفيها بفوطة. كده غسلتهم كلك وهوديهم بقى ايه على البلكونة على طول يصفوا. انا سيبتهم يصفوا كده شوية وبعد كده هوديهم البلكونة ايه ينشفوا بقى ايه مع تيار الهواء. كده بقيت التربو انا فصصته كله من بعضه كده بحيث ان انا اعرف اغسله ايه
كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تحت المية الجارية بقى ايه، والطبق اللي معايا ده فيه سائل مواعين وخل، مش اكتر من كده. الخل بيعقم وسائل المواعين بيغسل وبينظف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وما شاء الله حاجة موجودة عندنا في البيت كلنا. مش بقولك بقى روحي اشتري معرفش ايه وعقد عليك الامور. حتى لو فيكي اقولك ايه، عايزة تقومي وتشتغلي وتعملي معانا، بمجرد ان انا قلتلك لا هاتي وهاتي وهاتي وهاتي، اكيد نفسك هتتسد وخلاص بقى لا الحاجة مش عندي، مانيش عاملة. لا، انا بقولك بالموجود في بيتك هتعملي ان شاء الله بإذن الله كده ايه، هتشتغلي وتقومي بقى ايه تتشجعي معانا. وخلاص كده، كل سنة وانتوا طيبين، الأعياد داخلة علينا، ربنا يجعل أيامكم كلها أعياد يا رب. كده اهوت غسلته بقى ايه كويس كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا شلته ايه حطيته على الارض، وباخد دور 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 كده اغسله علشان يسيب معايا مكان ايه، على الرخامة كده اعرف اتحرك واعرف اغسل ايه الدور اللي اخده كويس بالشكل اللي انتوا شفتوه ده اهوت. صفوا هاخدهم برضو ايه على البلكونة في الهوا ايه ينشفوا هناك كده. بقول لكم انا هشيل الغسالة ديت اطلعها بره عشان تفضي مكان معايا اهوت. شلتها وايه وهودي مكانها كده ايه البوتاجاز بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا هو نضيف، وفي حاجات لازم تعمليها قبل ايه ما تفكري انك تفتحي في شغل عميق. مثلا كنت اتغديتوا او كده وفي اطباق او اي مواعين بتغسليها وبترجعيها مكانها، بحيث ان الدنيا ما تبقاش مكركبة عليكي وتكوني ايه. انا الشغل ده كله انا كنت بعمله بالليل، يعني انا بدأت الشغل ده حوالي الساعة 12 بعد نص الليل، وخلصت ايه ساعة الفجر بالظبط. يعلم ربنا انا كنت داخلة انام بعد ايه الناس ما اتسحرت. بوريكم بقى ان كان في حاجات واقعة كده في الارض وكنستها كده ايه حاجة حاجة بالراحة، تاخديها بالراحة ايه تنضفيها كده. شايفين بقى العنكبوت اللي وراها والدنيا ديت، عنكبوت بقى كتير كده ورا ايه ورا التلاجة. فايه همسح بقى الحيطان واكنسها ايه كويس بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده كده اهوت. بعد ما كنست لازم نكنس الاول الارضية علشان ايه المية ما تنزلش تعجن على الورق والحاجات اللي في الارض، وتبص تلاقي ايه اعزكم الله رجليكي اصلا عمالة ايه بتدوس في حاجات كده وتعكس معاكي. لا، خدتهم ايه كده بالدور. مريان كانت بتكلمني فبرفع وشي ايه ابص لها كده، فجاء المقطع ده كده. خدت الحيطة معايا كده ورا ايه الديب فريزر ورا التلاجة دعك كده برضو. ده بقى معايا في الطبق ده كلور ومسحوق غسيل، بيعقم وبيلمع وبيخلي الدنيا زي الفل وبيخلي السيراميك لامع وزي الفل كده. ايه المكان ده زي ما انتوا شايفين كده. شديت قطعة دولاب المطبخ اللي تحت ديت وبدأت ايه برضو ايه انضف مكانها بعد طبعا ما كنست برضو مكانها. وبعد خلاص ما خلصت خالص هبدأ بقى اجيب مية جارية كده وابدأ ايه اكبها على ايه السيراميك كده وهينضف ويبقى زي الفل. وكمان هاخد معايا كل حاجة في سكتي كده وانا ماشية. قومي بقى وتشجعي معانا كده، ولو فيديو النهاردة عجبك ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس ايه على الكل، لان اللايك ده اللي بيرفع الفيديو معايا وبيخليه يقترح ايه لناس اكتر. ربنا يعوضكم خير يا حبايب قلبي يا رب. كده ايه خلاص جبت بقية الخلطة اللي باقية معايا اللي هي الكلور. إيه الكلور اللي معايا كلور خام، انا جايبه كلور خام علشان ايه ينظف معايا ويعقم الدنيا كويس كده. بدأت اكنس بالشكل اللي انتوا شايفينه وبدعك كويس كده ايه الارضية، لان ساعات بيبقى في حاجات لازقة كده ايه مكان الديب فريزر او التلاجة او الدولاب، إيه بتكون وقعت واحنا ما شفناهاش او كده. فمثلا إيه ليمونة اي حاجة كده ايه جرت تحت الحاجة ديت واحنا ما شفناهاش، فبتكون لازقة في الارض. فبننضف بقى ايه وبندعك كويس كده اهوت. بدعك بقى ايه كويس زي ما انتوا شايفين كده ايه مكان الديب فريزر ومكان التلاجة ومكان ايه الدولاب الخشب كده. بدعك بقى ايه دعكة محترمة زي ما انتوا شايفين كده. انا دعكت الجنب الاولاني ورحت على الجنب التاني برضو ايه
كده اهوت الجنب الاولاني اللي هو مكان الدولاب الخشب والتلاجة، ورحت كده تحت المكان اللي فيه الديب فريزر. وبعد ما خلصت بقى بدأت اشطف زي ما انتوا شايفين كده بالمنظر ده اهوت. لازم اشطف بقى مكاني الكلور والخلطة اللي كانت معايا ديت اشطف بقى كويس كده. وبقول لكم كمان هنشف بالفوطة زي ما قلت لكم، لازم ننشف المية خالص خالص علشان بعد كده بعد ما هترصي كمان الحاجة وترجعيها مكانها هتبصي تلاقي فيه مية طالعالك كده. فمن الاول تنشفي كويس. التلاجة بقى عبارة عن تهمة حرفيا، وما كانش معايا غير ربنا بصراحة. وبقيت اقول قوين يا رب، بصراحة مش قادرة عليها وتقيلة كده فرهضتني بصراحة. بس الحمد لله عرفت ارجعها مكانها. المكان ده بقى اللي شاورت لكم عليه في اول الفيديو، ان انا حاطه عليه الكوبايات وكده، وبيطلع عليها دهون من البوتاجاز. فكان المكان ده بصراحة متبهدل وفي علامات صفرة كده. فقلت مش هاخد راحتي في التنظيف، فانا هشيل الاستندات ديت كده عشان اعرف انضف مكانها. بقول لكم اهوت ان انا هنضف المكان ده. وجبت برضو الليفة اللي داخلها سلك ديت، بصراحة جميلة في التنظيف. ولا تتعبي ايديكي بسلكة مثلا خشنة ولا بسلك ناعم ويسيب بواقي كده على الحيطان. احنا عارفين ان السلك البلدي بيسيب بواقي منه كده على الحيطان. شايفين بقى بدعك جامد قوي، لان بصراحة المكان ده كان متبهدل لانه فوق البوتاجاز على طول، فكان متبهدل. لو شايفين بقى ان انا قصيرة بقى ومش طايلة المكان. فجبت بقى الفوطة ديت وبنفس الخلطة اللي هي الكلور والمسحوق، وبرضو خدت معايا المكان ده. وكمان فوق كده العداد بتاع الغاز برضو كان متبهدل، فرحت برضو مسحاه بالفوطة ديت وخليت المكان ده فل وزي القشطة كده زي ما انتوا شايفين. خلاص بننضف تنظيف عميق. خدت معايا بقى وانا ماشية كده الشفاط بتاعي، حليت بقى اللي عايز يتغسل كده وخدته معايا على الحوض هغسله. وكده خدت الشباك ده كده هو زي ما انتوا شايفين. الشباك ده يا حبايبي مش ازاز اللي هو الازاز اللي هو العادي، لا، هو الازاز اللي هو مشبر. فمهما بغسله بتحس ان هو عليه تشبيرة كده اصلا، حتى لو واضح ليكم من الداخل كده هو مشبر اصلا. كده بدأت اشطف بقى المكان كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهوت. طبعا اي مكان بنغسله بالخلطة ديت بننشفه كويس زي ما قلت لكم. وكده الفوطة ديت برضو خدتها شطفتها من الخلطة كويس بمية نظيفة، ورجعت كده انشف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وخليت المكان زي الفل معايا، وان انا ارد الديب فريزر بتاعي مكانه كده على نظافة. بس حصلت بقى مفاجأة، هي مش مفاجأة بصراحة، هي حاجة خضتني. ان انا وانا بمسح كده حوالين الفيشة فكان جه عليها مية، راحت الكهرباء مسكاني. صدقوني سيبت اعصابي، قعدت اتنفض كده ومش قادرة بصراحة. بس قلت برضو خلاص بقى ما ينفعش، المكان متبهدل لازم اكمل. بقول لكم رجعت الديب فريزر كده وهنضف مكان البوتاجاز كمان وارجعه. وكده نضفت المكان ورجعت كده. وبقول لكم ان انا خلصت الشفاط كمان وحطيت البوتاجاز مع مكانه، وهرد كمان الغسالة مكانها والدولاب كده مكانه. والحمد لله نشكر ربنا انها عدت على خير. زي ما قلت لكم انا شغالة من الساعة 12 بعد نص الليل، يعلم ربنا لحد السحور. يعني الفجر اذن عليا وانا لسه كنت بغير هدومي وداخلة انام
كده اهوت. خلصت كله، فاضل الرخامة ديت. قلت يلا بالمرة، ما جاتش عليها، كبيت برضو ايه عليها كلور كده، ورحت غسلها غسلة محترمة، ورحت جايبة ايه كده الفوطة، وبدأت الم ايه الكلور وحشته في الفوطة وايه، وبرضو هنشفها من الكلور ده، وهتبقى تمام معايا هي كمان. وابقى كده ايه خلصت كله. تلاجة وديب فريزر تحتيهم طبعا. وممكن ابقى اعمل معاكم التلاجة، معرفتش اصور، هعملها بقى ايه لوحدي كده اهوت. بمسح الدولاب بقى ايه كويس زي ما انتوا شايفين كده اهوت. كده خلصت بقى ايه كل الحاجة، ورديت كل حاجة مكانها على نظافة وايه. وخدت الكوبايات بقى اللي كانت ايه على الاستندات ديت، كان كلها دهون طبعا، قلت اغسلها واغسل الشفاط. وللأسف كانت المساحة بتاعت التليفون كمان بتخلص معايا، فقلت استفيد بالمساحة اغسلهم كده مع نفسي، ويادوبك اصور ايه الشطيف بتاعهم. غسلتهم بايه بالخل وسائل المواعين. الخل بيضيع اي دهون، وبيدي للحاجة لمعة، وبيعقمها، وبتبقى زي الفل معانا زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الازاز بيلمع ازاي. وانا بقى بشطف ايه كويس كده ايه من الخلطة. هسيبهم بقى ايه بالشكل ده يتصفوا للصبح. وهاخد بقى ايه الشفاط والرف ده ايه اغسلهم غسلة محترمة، لانهم بصراحة كانوا متبهدلين من طبعا من الدهون اللي بتطلع عليهم كل يوم طبعا ايه من البوتاجاز. طبعا ايه ربنا يبارك، كل يوم بنشغل البوتاجاز وكده، فالدهون طبعا وبالاخص في الصيام بقى المقالي والحاجات ديت، بطاطس بتنجان اي حاجة طول النهار بقى ايه بتبهدل الدنيا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا وريتكم شكله كان متبهدل ازاي، بس الخلطة دي بصراحة بتجيب من الاخر. وعملته بالكلور، عملته بالكلور ومسحوق برضو الغسيل بصراحة. ما غسلتوش بالخل لان الدهون كانت فظيعة عليه، فقلت ممكن الخل والصابون السائل ما يجيبش ايه نتيجة معاه، فروحت ايه غسلاه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا انتوا شفتوا مقدار تعبي في الفيديو، وياريت تقدروا تعبي. وما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس على الكل لو لسه ما اشتركتيش في القناة طبعا. ومستنية منكم التعليق بقى الايجابي المحفز كده، اللي هيخليني ان شاء الله اكمل. وكل سنة وانتوا طيبين، وربنا يعود عليكم الايام بألف خير. سلام.